اهلا شباب، النهارده هلخص قصه كرتون ايجيكسوس اول معركه الحاسمه. فقبل البدء ما تنساش اللايك والاشتراك ويلا نبدا. القصه بتدور في بعد مختلف على الارض اسمه ايجيكسس. كانت مملكه ايجيكسس بتعيش في سلام تحت حكم رع واولاده اكساتون وكيفر. المملكه كانت موجوده على الارض في الاول، لكن ابن رع اكساتون كان طماع وكان عايز يحكم الارض، فبدا يهجم على البشر علشان يسيطر عليهم ويحكمهم بالقوه. فحاول اخوه كيفر يوقفه، ولكنهم دخلوا معركه مع بعض وكانت قويه جدا وكانوا هيدمروا الارض. فنقل رع مملكه ايجيكسس لبعد تاني، وبعدها سجن اكساتون. وبعد نهايه المعركه الفرعون دخل في سبات وساب الاسوره بتاعته اللي مصنوع من نفس نوع المعادن بتاع درعه وسابها في الارض على امل ان حد ياخدها ويستعملها في الخير. واحنا طبعا عارفين مين اللي هياخدها، واكيد طبعا بطل القصه اللي اسمه ليو واخدهم من جده. وطبعا مش محتاج اوضح ان الابطال هم اللي لابسين ذهبي والاشرار لونهم فضي. بتبدا الحلقه الاولى بمشهد في المتحف وبنشوف كيربي اللي هنعرف ان اسمه رمسيس وكان بيدور على الاسوره، ولكن بيواجه انوبي واحد من اتباع اكساتون. والمتحف بيتدمر بعدها. وبنشوف ليو اللي هو بطل القصه وعمره 12 سنه وكان بيلعب كره السله، ولكن هو ما بيعرفش يلعب خالص، فكسر عربيه المدرب وبعدها بيروح البيت. وبنعرف ان هو عايش مع ابوه وامه وبيكون عنده اخين صغيرين وبيكونوا مشاغبين جدا. وبعدها كان ليو عنده رحله للمتحف اللي اتدمر، فشافه هناك انوبي وكان ليو لابس الصوار، فراح البيت وراه وحاول ياخده منه، لكن السيد كيربي اتدخل ومنع انوبي وقال لليو ان هو الفرعون الاخير. لكن ليو كان خايف من رمسيس، ولما ليو مش بيعرف يتحكم في الاسوره ضرب رمسيس وطيره من الشباك. فبعدها هجم عليه انوبي ونقل نفسه لعالم ايجيكسس بالغلط، ولقى نفسه في صحراء مليانه وحوش وعقارب عملاقه وقعد يهرب منهم. وكان قريب من قصر اكساتون وامسك انوبي وحبسوه في القصر المظلم، ولكن بيطلعوا واحد اسمه كارنا وهو مومياء ووداه لاكساتون وقال لاكساتون ان كل واحد في ايجيكسس عنده صوار بيخليهم يتحولوا. وكان واخد عين رع علشان ما يرجعش للارض، واخد الصوار وحبس ليو تاني، ولكن ليو بيعرف يهرب. وبعدها جرب اكساتون الصوار لكنه ما عرفش يستخدمه، فقال له انوبي انه لازم يكون الفرعون الاخير لانه هو الوحيد اللي هيشغله. وبتيجي المومياء وبتقول لاكساتون ان ليون هرب. وبعدها اكساتون خلع الاساور ورماها، فاخدها ليو يلبسها وطلع على حافه الهرم ووقع بعدها. فانقذه حورس اللي هو عباره عن نسر وهو من جيش كيفر، وكان معاه رمسيس وكيفر وهزم اكساتون وانوبي. وفي المعركه ليو اتحول ولبس الدرع بتاعه وقاتل معاهم، وبعدها رجع للارض. بعدها ليو بيكون مش عارف يتحكم في الصوار، فبيروح لعالم ايجيكسس علشان يسال كيفر، وهناك بيقابل نس وهي حارسه بوابه ايجيكسس وهي ما تعرفش ليو وبتهاجمه. لكن بيجي كيفر وبيقول لها ان ليو هو الفرعون الاخير، ولكن هي بتقول له ان ده عيل صغير، وبيحكي له قصه عالم ايجيكسس وبيعرفه على اعضاء المجلس اللي بيحكموا ايجيكسس. وبيكون انوبي متنكر بقدرته على شكل حورس، وبيتفق مع نس انهم يتهموا ليو بالسرقه خنفساء اثريه، والناس بتروح للمجلس وتتهمه بالسرقه، وبتكون هي رمت الخنفساء في الارض وهو مسكها. وفي طريقه وحيده يثبت بها براءته، ان هو يخش متاهه مليانه عقارب، والمتاهه بتكون بتاع واحد اسمه ابيس وهو عباره عن ثور وهو اللي كان بيدرب كيفر. وبعدها بيكتشفوا ان الناس هي اللي حطت له الخنفساء، واكتشفوا ان في واحد كان منتهى شخصيه حورس. فبتدخل نس وكيفر المتاهه علشان ينقذوا ليو. وبعدها ليو بيرجع البيت وبيكون لسه مش عارف يتحكم في الاسوره، فبيروح لعالم ايجيكسس تاني. وكيفر بيقول له ان هو لازم يتدرب علشان يعرف يتحكم فيها، وبيديه 3 احجار بيدوا له قدرات مختلفه زي النار والهواء والماء، وبيدربه ابيس. وبيبدا اول اختبار وبيحارب محاربين من الصخور، وبيستخدم النار على بركه علشان المحاربين ما يعرفوش يشوفوا وخلاهم يكسروا بعض. والاختبار التاني بيبدا وبيكون لازم يتحكم في الهواء، وكان بيهرب من سهام ناريه وطار بيهم للصحراء علشان ما تجيش في الناس ودمر السهام. والاختبار اللي بعده كان هيقاتل ابيس، وليو بدأ الحجر بتاعه بالحجر بتاع ابيس علشان يعرف يهزمه، وخرج ليو عن السيطره. وبعدها هاجمهم اكساتون ولكنهم بيعرفوا يهزموه وبيهرب. واعترف ليو ان هو بدأ الاحجار وابيس سامحه. وبعدها زي كل مره بيرجع البيت. بعد كده بيتنكر انوبي بشكل ليو وحاول يدمر حياته كتهديد ليه علشان ينضم لاكساتون، وكان بيدمر الحاجات اللي في المدرسه وبيرسم شعار اكساتون في كل مكان. وبسبب كده اتفصل ليو من المدرسه وراح ليو لعالم ايجيكسس وقال لكيفر على اللي حصل. وبياخدوا كيفر وبيروحوا للارض، وبيكون هناك جيش اكساتون وبيكونوا في المترو ودمروا الفرامل. فقام ليو وكيفر بايقاف القطار وانقذ الناس، ولكن انوبي وجنوده هرب. ولكن ليو بيعرف ينقلهم لعالم ايجيكسس تاني باقتراح هيكسس وهزموهم هناك. وبيرجع ليو للارض واعتذر للكل على التخريب. بعد كده بيهرب واحد اسمه سوبك من السجن ومسكوا كيفر وكانوا هيحاكموه، واستدعوا ليو علشان يتعلم القوانين، وحكم عليه بالنفي لارض ما بعد بحر الرمال. واكساتون هاجمهم وحاصرهم بجيشه، ولكن ليو كان بيتدرب قبل ما يجي ايجيكسس على لعبه فيديو، وليو عطى اللعبه لسوبك وهرب بسببها لان الكبسوله اتعطلت بسبب اللعبه، وعرف يهرب مع اكساتون. وده كله بسبب ليو، وبسبب كده بيتمنع من دخول ايجيكسس. وبعدها رجع للارض وبيبعت كيفر هيكسس علشان يحمي ليو، لكن هيكسس حول المتنمر كولين لحجر لانه كان فاكره تهديد لليو. والطريق عباره عن سم عقارب، فراحوا هما الاثنين للصحراء اللي بره مملكه ايجيكسس، وبيقابلوا عقرب صغير بيدلهم على مكان العقارب، ويكون اتباع اكساتون حابسين كل العقارب. ولكن ليو وهيكسس بيحرروهم، وهيكسس طلب منهم السم وهم فهموه وعطوا له السم فعلا، ورجعوا للارض وعطوا السم لكولين. وبعدها سمح لليو انه يقدر يروح ايجيكسس تاني لانه ساعد صديقه. وبنشوف بعدها سخمت اللي هي من اتباع اكساتون واخترعت جهاز بيتحكم في الناس، واتحكمت في خاه هو اسمه كده ما تستغربش، وخليته يسرق مفتاح رع. وبكده اكساتون بقى معاه مفتاحين، مفتاح رع وهو اللي بيسمح له يسافر بين الارض وايجيكسس. نفس القدره بتكون موجوده في الصور. فبيروحوا ليو كيفر وحورس وشافوا ان سخمت هي اللي بتتحكم في خاه، وجيش اكساتون مسك حورس وكيفر وما كانوش يعرفوا ان ليو معاهم. وبعدها ليو بيتسلل وبيكسر جهاز التحكم، وخاه عمل نفسه لسه متسيطر عليه علشان ياخد مفتاح رع، وخدوا المفتاح وهربوا ونقلوا نفسهم بالمفتاح للمملكه. بعدها بيكون في شويه حراميه دخلوا المقبره علشان يلاقوا اثار، ولكن بيلاقوا تمثال ذهبي، وبيكون ده محارب من ايجيكسس واسمه شو، وبيصحوه وهو كان اول محارب في
ايجيكسس، لكن هو رفض ان ده يكون دوره وكان عايز يحكم الناس، علشان كده راح بيحبسه، ولكن هو صحي دلوقتي وهاجم ليو، ولكن ليو نقل نفسه لايجيكسس واخد معاه شو، وبيبدا ليو الباقي يقتلوه، وبيجي اكساتون. انا مش عارف ليه هو بيجي كل مره، واكساتون بيعرض على شو ان هو يكون معاه ويكون الخادم بتاعه، ولكن شو بيرفض، فبيتعاون اكساتون مع الجيش الذهبي وبيقتلوه، وليو بيقدر يدمر شو، ولكن بعدها اكساتون بيجمع اجزاء شو. بعد كده سيغمت بتكون عارفه الطريقه تحول بقى البشر لحيوانات، ولكنها بتكون حيوانات متوحشه وقويه جدا، وبيخلوهم يهجموا على ايجيكسس، ولكن ليو حورس وكيفر بيمسكوهم وبيعرفوا يرجعوهم تاني البشر بسبب اختراع اوسيرايد، وبعدها اوسيرايد بيخلوهم يفقدوا الذاكره وبيرجعهم ليو للارض. بعد فتره بيظهر وحوش مائيه وبتخطف شويه من رجاله اكساتون، 2 من رجاله كيفر، علشان يخلوهم يحفروا في الصحراء لانهم كانوا عايزين يلاقوا ميه، فبيتعاون كيفر واكساتون ضدهم، وليو بيعرف ان النار هي اللي بتموتهم، فجابوا كبريت وولعوه وبيعرفوا يهزموا الوحوش. بعدها بيعرف اكساتون ان الصور بينتقل عن طريق الوراثه، وبيعرف ان ليو عنده اخ صغير، فبيحاول يقتل ليو وبعدها يخطف اخوه، وبيبدا ينفذ خطته وبيهجم على مملكه ايجيكسس، وبيقترح على كيفر منافسه 3 من جيش اكساتون ضد 3 من جيش كيفر، وعن طريق المنافسه بينهم بيحاول يقتل ليو عن طريق شعاع بيكون سام، وبيكسب الجيش الذهبي اول جوله، والجوله الثانيه بتكون في الهرم المظلم، لكن حورس مش بيقدر يلعب في الجوله وبياخدوا بداله رمسيس، ورمسيس بيكتشف خطه اكساتون عن طريق واحد من اتباعه، وقبل ما يضرب اكساتون الشعاع السام بيعلن كيفر انسحابه، وبيقول رمسيس لليو على الخطه، فبيروح علشان ينقذ اخوه من انوبي، ولكن المربيه بتكون عملت الواجب وزياده وكانت ضربته بالطاسه، وبيرجع ليو انوبي لايجيكسس، وبتبدا الجوله الحاسمه، وبيرجع ليو المنافسه، وبيعكس الشعاع السام على اكساتون وبيكسبوا المعركه. بعد كده بنشوف 2 من اللصوص وكانوا عايزين يسرقوا المجوهرات اللي في المتحف، وبيظهر راجل وبيهاجمهم بسلاح من اسلحه ايجيكسس، وبيدخل في بوابه بتودي عالم ايجيكسس. بعد كده بتكون والده ليو عايزه تتخلص من العابه، وبيلاقي في دفتر ملاحظات بتاع جده، فبياخد الصندوق ده لعالم ايجيكسس علشان امه ما تتخلصش منه، وبعدها بتكون في السهليه بتاخد الكره بتاعته وبيجري وراها، وبيقابل الراجل ده فبيهاجمه، ولما بيفوق بيلاقي نفسه مع كيفر وحورس، وبيبداوا مع بعض يدوروا على الراجل ده، وبيلاقوه وبيطلع في لين جد ليو، وبيقول لليو ان لما لقى الصور وانتقل لايجيكسس وجد بركه بترجع الشخص لشبابه، فقرر يعيش هناك. وبعدها اكساتون بيعرف بالبركه وحاول يسيطر عليها، ولكن ليو وجده بيدافعوا على البركه، وجد ليو بيدمر بوابه البركه. بعد كده بنشوف واحد بيدخل جزء من شو لاكساتون لانه كان جمع كل اجزائه ما عدا الجزء ده، وبسبب سحر سيغمت بيبقى شو تحت سيطره اكساتون، وبيقدر اكساتون يستدرج ليو، وبيجي ليو وبيخليه قاتل شو، وبيكون شو مصنوع من نفس المواد اللي مصنوع منها الاسوره، فبيقدر شو يندمج مع ليو، وشو بيقدر يتحكم في ليو، واصلا شو تحت تحكم اكساتون، وبيهاجم اكساتون على كيفر وعلى الجيش الذهبي وبيخليهم يقاتلوا شو، وبيعرف ان هو مندمج مع ليو، فكيفر بيخاف يؤذي ليو، وشو بيهاجمهم وبيدمر اجزاء من المدينه، وبيرجع اكساتون للهرم المظلم وبيهدد ليو وبيقول له لو اشتغلت عندي مش هاذي اصحابك، ولكن شو بيقدر يخرج من سيطره اكساتون وبينقل نفسه للارض عند الاهرامات، وشو بيكون عايز الاسوره وبيقاتل ليو، وليو بيدي الاسوره ولكن من غير عين راع، ولما شو كان داخل اتقفلت البوابه واتدمر شو، وشويه من اجزاء شو كانت على الارض وشويه في ايجيكسس، وبيكون كيفر بيهجم على الهرم المظلم علشان ينقذ ليو، ولكن ليو بيجي واكساتون بينسحب، وبعد فتره بيكون اكساتون بيقاتل كيفر وبيعملوا دمار كبير، والاثنين بيقعوا على الارض، وسيغمت بيتبدل اشكالهم، والجيش الذهبي ياخدوا اكساتون لان شكله اصبح كيفر، واكساتون خلاهم يقوموا منافسه ويقاتلوا بعض علشان يتصابوا، لكن ليو بيكتشف الخطه لانها بتكون سمعته وهو بيتكلم، وبينقذوا كيفر، وكيفر بيقول لهم ان الطريقه اللي تبدلوا بيها بتكون ان يبقى في جوهره في راس كل واحد منهم، فبيشك كيفر ان في خاين، وبعدها بيرجعوا للمملكه وبيبدلوا اجسادهم تاني، وبيهرب اكساتون. بعد فتره بيجي سيف، هو كان شايف ان كيفر مش الراجل الكفؤ لقياده المملكه لان في مشاكل كتير حصلت للمملكه، وبيتحدى كيفر على الحكم، والتحدي بيكون ان هم يطيروا ريشه واللي يمسكها الاول هو اللي هيحكم ايجيكسس، وفي وسط التحدي ليو بيشوف انوبي وبيكونوا بيهاجموا سيف وبياخدوا سيف معاهم، وليو بيروح يقول للمجلس لكن معد بتكذبه، وليو بيروح عشان ينقذ سيف، وفي طريقه بيقابل كيفر وكيفر بيساعده، وبيروح الهرم المظلم وبيعرفوا ان الجاسوس اللي بينهم هي معد، وبينقذوا سيف وبيرجعوا وبيتهموا معد بالخيانه وبتنكر، ولكن بيضغطوا عليها فبتعترف وبتحاول تهرب، ولكن بيحبسوها وسيف بيعتذر لكيفر. بعد كده بتسقط احجار مليئه بالطاقه على ايجيكسس، وبيكون في حجر احمر بيدي قوه كبيره، فبياخدوا اكساتون وبيحطه في قلبه علشان يستخدم قوته، لكنه بيفقد السيطره وبيهجم على ايجيكسس وبيهجم حتى على اتباعه، وبيتعاون الجيشين وبيعرفوا يخرجوا الحجر من اكساتون. وبعد كده انا عارف ان انا بقول بعد كده كتير بس مشيها، بعد كده بيسرق انوبي صولجان دعات من الارض، وهو بيخلي الموميا اللي على الارض بتصحى وبيصحوهم وبيعدوهم من بوابه علشان يروحوا ايجيكسس، وبيكون انوبي خلى ليو يفقد ذاكرته، لكن اوسيرايد بيخلي الذاكره ترجع له، بس بيكون لسه مش فاكر ازاي يتحكم في قوته، وبعدها بيروحوا للبوابه وبيواجهوا اكساتون، وليو بيفتكر ازاي يستعمل قوته وبيهزم اكساتون وبياخد الصولجان بتاعه وبيرجع الموميا للارض وبيكسر الصولجان. بعد كده بيكون اكساتون بيستخرج نار ولكن مش بتطفي بالميه وبيهجم بيها على ايجيكسس، وليو وكيفر بيعرفوا المكان اللي بتطلع منه النار وبيلاقوا تنانين وبتكون عندها القدره انها تاكل النار، وبياخدوا التنانين دي وبينقذوا ايجيكسس وبيدمروا النار اللي مع اكساتون. وفي الحلقه الاخيره بيحصل كسوف للشمس، وعلى حسب المكتوب في التاريخ ان ده ميعاد استيقاظ رع، وبتظهر جنود عملاقه من الصخور من تحت الارض وهم حراس علشان ما حدش يعطل استيقاظ رع، وبيهجم اكساتون علشان يمنع استيقاظ رع، والصور بيستدعي ليو وبيروح لكيفر، وكيفر بيقول له ان هو هيحارب اخوه لحد ما رع يستيقظ، وليو بيدور على رع علشان يحميه، والصور بيشاور لليو على الاتجاه وبيكون تحت الارض، وبيوصل لرع وبيكون محتاج قوه عين رع علشان يصحى، وبيصحى فعلا وبيطلع للسطح وبيحول اكساتون لبشري، وقوه عين رع بتخلص في الاستيقاظ
الاستيقاظ، ولكن راع بيشحنها بقوته، ودي بتكون نهايه الكرتون. مش عارف ليه بصراحه ما عملوش موسم تاني. وبس دي نهايه الفيديو، اشوفك الفيديو الجاي، سلام.